المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعود أحمد كما قلنا. طبعا تم تأجيل الاختبار إلى الساعة الأخيرة. فنواصل التلاوة والملاحظات والتصحيح إلى الساعة 12 فنختبر. تمام؟ شيخ أبو بكر تفضل اقرأ لنا حيث وقفنا بصوتك الجميل. نعم شيخ أبو بكر. وقال له النبي إن الله قد بأن لكم وقال له نبيه يلا ابدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة لا انتبه الطاء يعطي على السين. زاده وزاده بسطة لا تقول بس وزاده بسطة أيوة وزاده بسطة في العلم والجسم. أيوة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. أدغم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحملك. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم. إن في ذلك لآية لهم إن كنتم مؤمنين. نعم. فلما فصل غن ميما فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فمن شرب منه فليس مني.
الشيخ الأستاذ محمد عبد الكريم من السفارة المغربية اطلعوا على ريبورتاج تقرير في جنة مدن، بحثوا وسألوا حتى جاءوا إلينا وجاء يزوركم ويطلع على نشاطاتكم ومعه هدية من المصاحف للدولة. سلم لكم إن شاء الله. اهلا وسهلا، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. اذا نواصل شيخ ابو بكر. المستوى الأول تستمر إلى 3 مجموعات. الأستاذ محمد عبد الكريم من السفارة المغربية اطلعوا على نشاطات الدورة وجاءوا للزيارة وجاءوا معهم بمصاحف هدية لكم. أو مستوى الثالث الأخير. هؤلاء يتطلبون من المجالات في كما الشيخ هذا الإجازة بالأشهر الصغرى سلوى وكثير منهم من الإجازات، لكن تسمح لنا دقيقة واحدة فقط. واحد منكم يقرأ وجه؟ من يقرأ وجه؟ من يقرأ وجه؟ تقرأ قليل يعني. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. الأستاذ محمد عبد الكريم من السفارة المغربية في كوناكري
اطلعوا على نشاطات الدورة في جنيمتين، فسألوا حتى جاءوا لزيارتكم وجاء بمصاحف هدية لكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب بعدين ان شاء الله اقرا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. احسنت. فاعلموا ان الله، ما نوع المد هناك؟ جائز ما الدليل في الجزريه؟ وجائز. لا تضرب موجود. لا غير موجود. لا بسم الله. هات الدليل. نسيب الدليل. إلا شيء. وجائز إذا أتى منفصلا. إذا أتى منفصل. طيب. ثاني. أعوذ بالله من الشيطان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب هل ينظرون هل نفخم الغنى هنا؟ هل نفخم الغنى هنا؟ نعم. أنت تقول نعم. ها؟ نعم. لماذا؟ لأن الظاء من حروف الاتباع. اتباعي؟ اتباع مطبق من حروف المطبق. حروف المطبقة؟ ها؟ نعم. من حروف الإطباق تقول؟ طيب لا بأس. لا بأس. نفخم الغنى هنا لما جاء بعد النون الساكنة مفخما، لأن الضاء من الحروف المفخمة. جيد؟ خلاص هيا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب لو وقف واحد على من يشاء يمد ولا لا يمد؟ يمد. لماذا؟ هو مد متصل ولا مد عرض للسكون؟ متصل. من يشاء من وقف هناك يقف على المد العرض للسكون ولا مد شيء الواجب المتصل؟ يشاء. نعم. على العارض للسكون. عرض للسكون. لماذا؟ لأنه وقف عليه. لأنه وقف عليه. إذا كان عرضا للسكون، وما حكم العرض للسكون؟ هل يمد بحركتين ولا أربعة ولا ستة؟ مد عرض للسكون يمد بكم حركة؟ حركتين أو أربعة أو ستة. إذا جائز، هو جائز. نعم. ليس بواجب. إذا
فكيف نعامل يشاء هنا؟ هل يكون بمد عرض للسكون حكما؟ كيف نعمل؟ هو عرض للسكون أو لا يجوز حركتان؟ ها؟ نعم عرض للسكون. هل اتفقتم على أنه عرض للسكون أولا؟ نعم عند الوقت. نعم عند الوقف يقول يلزم. من يعارض؟ هو حتى أرجع إليك. نعم متصل وآلد للسكون معا؟ نعم. إذا اجتمع حكمان في كلمة واحدة يقوي المد. يقوي المد. المتصل أقوى. وما معنى ذلك؟ المتصل الأولى أقوى. نعم لا المتصل وهو عارض للسكون أيضا لأنك لا تقف على يشاء إنما تسكن الأمر. الحركة التي موجودة هناك أصبحت ساكنة صح؟ إذا كسر للوقت حتى نمضي طويلا. إذا اجتمع الواجب والجائز يقدم الواجب على الجائز. ما معنى ذلك؟ تقديم الواجب على الجائز معنى ذلك أنه لا يجوز حركتان، لا يمكن نمده بحركتين، إنما نحن بحركتين نأتي من 4 فصاعدا، نمده من 4 فصاعدا، هذا يسمى الواجب، أي قدمنا المد على القصر. هذه يعني قاعدة العلماء بأنه إذا اجتمع الواجب والجائز يقدم الواجب على الجائز. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل أين مخرج الزاي؟ مخرج الزاي طرف اللسان الثنايا العليا. أيوه طرف اللسان مع الثنايا العليا بس. مع طرف الثنايا العليا. هذا الذال وأنزل الزاي. ما يجيب سيلا أجيب طرف اللسان من فوق الثنايا السفلى. من فوق الثنايا السفلى. دليل ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستقيم من فوق الثنايا السفلى. والصفير مستقيم منه أي من طرف. افهموا الكلام. والصفير مستقل منه أي ثابت في هذا المكان أي والسفلى بينهما يخرج هناك ولا تلصق اللسان بالأطراف هذه لا تقول ولكن تجعل فرجة قليلة بين أثناء هنا وهنا وترجع اللسان إلى الداخل ثم تجعل مكان خروج الهواء بين هنا فتقول لأنه إذا لصقت به لا يخرج الهواء لك سيخرج هناك الزاي. أما هنا الزاي والسين والصاد تخرج من هذا المكان. إذا لذلك يقول والصفير مستكن أي ثابت منه أي من هذا المكان أيضا بين أطراف الثنايا العليا والسفلى. أيوه وأنزل لا تقول أنزل أنزل صم. نعم ألو نعم وأنزل لأنك وقفت عليه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ريح سينك جيدا بين الناس هذا اسمه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن ألا ما حكم إن نعم ما حكم إن إن ما قلت اسمه قلت ما حكم الون ما حكم إن ما تقول ما حكم إن نعم قلنا نعم قلنا أين مخرج الغنة؟ الخيشوم ما معنى الخيشوم؟ طيب الغنة هكذا الغنة؟ إظهار الغنة يظهر أي يكثر الغنة جيد هذا المسمى بإظهار الغنة لا معنى ذلك أن ننفي الغنة ونترك الغنة ونأتي بالإظهار لا إذا قيل لك إظهار الغنة يعني إكثار الغنة حتى تكون الغنة جيدة هذا المسمى بإظهار الغنة إذا ما الدليل؟ وهذه الغنة أو أظهر الغنة من نون وميم إذا ما شدد بقي طيب يسألونك ماذا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اوكي كيف تقول كتب عليكم القتال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أولئك ما نوال ما تبي أولئك؟ ما دليله من الجسد؟ قام والله بفعل كنا الله بسم الله بايع نعم نعم وواجب إن جاء قبل همزته متصلا إن جمع بكلمة. طيب هذا هو الدليل من الجزرية. نعم. طيب الآن بسم الله الرحمن الرحيم. آية واحدة زيد آية. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والله غفور يسألونك عن الخمر والميسر والميسر ترقيق ولا تخفيف؟ ترقيق. لماذا؟ لأن مع ساكن وسكون عارض وأتى قبله ولكن سأدفع إليك سأدفعك إلى هذا الرجل سيعلمك بكل التفاصيل. نعم. والميسر نحكم الميسر عند الوقوف عليها. ما حكم الراء في الميسر عند الوقوف عليها؟ الترقيق. لماذا؟ لأن مع ساكن سكون عارض وأتى قبله سكون أصلي. ساكن وأتى كسرة. لأن مع كسر ولا ياء ساكنة. لأن مع ساكن سكون عارض وأتى قبله كسرة أصلي. لم يأتي أصل يعني ياء ساكنة. والمي ليس هذا. خلاص بس. قل فيهما إثم كبير. Olha, cara, parce que là, tu as oublié ma question. قل فيهما إثم أنت تموت ولا لا تموت؟ أريد أن أموت فيهما. لا فيهما تموت. نعم. إذا مت إلى محل حتى نفهم ذلك. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما كبير وحكم الراء هناك في الوصل كبير أنت مرقب. ترقب لذلك رقبت صحيح. وأيضا هذه تخالف تقول تفكير. ومن الذي يحكم بينهما؟ تفكير. إيه وجدت شخصين. وما أيضا التفخيم. إذا من الذي يقولون تفخيم؟ تفخيم لماذا؟ لا أدري. هذا ليس رشوة. سوى رشوة لعلاقة بالتفخيم. أما هذا فحفظ. لأن الراء مضمومة. التفخيم يتعلق بالضم والفتح. إذا كانت الراء مضمومة تفخم، وإذا كانت مفتوحة كذلك تفخم. أما بالنسبة للساكنة لا حكم للسكون، عندما نرجع إلى الأصل ما قبل الساكن. جيد. أيوه. كبير لا تقل كبير. كبير بالتفخيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
كبير كبير رن كبير. قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما. لا تكثر علينا يا سيدي حتى نطبق كبير هذا، لأني أنا رأيت أن كثيرا منا من الشباب خاصة لا يستطيع أن يأتي بالأحكام، وإذا سألته يجيب، لكن عند التطبيق تجد أنه لا يحسن التطبيق. كبير. نعم. متى يراقب آراء المظلوم أو لا يراقب؟ أرام المظلوم نعم. ما ولا تقبله كسر وين أي شيء. إذا كانت مظلومة خلاص واحد مشاهد. كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بسرعة بسرعة. قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما كبير كبير. الطرف اللسان الخالص يمكن الترتيب هنا الطرف الخالص. أما بالنسبة للتفخيم ترجع الراء إلى داخل شوية فتقولها هو بالتفخيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع. قل فيهما إثم كبير ومنافع. قل فيهما كبير قل فيهما إثم قل فيهما إثم كبير ومنافع. قل فيهما إثم كبير ومنافع. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب اتصل بيقظة. طيب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في جمال القراء كتاب مسمى جمال القراء. نعم. إذا وجدنا مثل هذا المكان نقف على رأس الآية امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءته كان يقف في رؤوس الآية، يقف ثم يرجع وراء ويأتي ويمر، ولكن لا تترك الوقوف في رأس الآية لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لكن تقف أولا ثم ترجع
ما لربك البيان وهم نعم. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وهكذا أمثال هذا كثير في القرآن. أي ويسألونك عن اليتامى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هل يمكن أن نستأنف لعلكم تتفكرون؟ هذا على رغم الأنف. نستأنف على رغم الأنف لأننا لو رجعنا إلى بعيد